هذا الشخص بعد اختفائه ب7 سنوات وجدوا جثته بمكان ما بيخطر على بال إبليس. هذا الشاب الأمريكي اسمه جوشوا مادوكس، عمره 18 سنة. في عام 2007 اختفى كليا عن عائلته راحوا بلغوا شرطة. عائلته وشرطة صاروا يبحثوا بكل مكان، لكن للأسف ما وجدوا أي نتيجة. بعد 7 سنوات من اختفائه، تحديدا في عام 2015، عمالين كانوا عم يهدموا كوخ أو منزل صغير بعيد عن منزل جوشو، تقريبا حوالي 1700 متر. وهيدا المنزل لشخص غريب، يعني لا لجوشو ولا لأي حدا من عائلته. عمالين وهن عم يهدموا هيدا الكوخ بيلاقوا جثة الشخص معلق بمدخنة المنزل. هي المدخنة اللي بتطلع منها دخان النار، وهيدا الشخص كان هو جوشو. لكن الصدمة مو هون. هدول عمالين قبل ما يهدموا هيدا الكوخ شافوا تياب جوشو بداخل هيدا الكوخ بشكل مرتب. يا ابو الزير، شو معنى هيدا الحكي؟ اذا جوشو هدفه انه يدخل على هيدا كوخ المهجور، ليش لا يدخل من مدخنة المنزل؟ ليش ما دخل من باب الكوخ او باب المنزل مع انه شافوا تيابه بداخل الكوخ؟ خليني اوضح لك اكثر. يعني اذا هو دخل على هيدا الكوخ المهجور وشلح تيابه ورتبه، ليش طلع من الكوخ وبعدها طلع فوق الكوخ ودخل حاله بهي المدخنة لهدف شو؟ فبيقولوا احتمال كبير حدا دخله بالزور بهي المدخنة، لكن ما حدا عنده اي دليل. فهي النقطة هي اللي ضجت هي القصة. وبس تقدروا تلاقوا هيدا الايموجي